رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القصة ديال اليوم أخواتي غادي تكون ديال واحد السيدة اللي ما عمرها ولدات مع رجلها، ومن بعد قررت أنها تزوجو، ومن زوجاتو وقعت لها واحد الصدمة اللي ما كانتش على البال، وهذا الشيء اللي غادي نعرفه في هذه القصة هذه. كنتمنى أنها تنال الإعجاب ديالكم وتصنتوا ليها حتى الآخر باش تعرفوا التفاصيل القصة وهذا الشيء اللي كاين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا سميتي نادية، كنت مجوجة بواحد السيد الحمد لله لاباس عليه، ما نقصو حتى شي خير، وعشنا بخير وعلى خير أنا وياه حياتنا كاملة الحمد لله كانت بخير وعلى خير، ما نقصنا حتى شي خير من ناحية المادة والتفاهم والمودة وكل شيء كاين الحمد لله. من غير الولاد اللي ناقصيننا ما كنتش انا كنولد، حيت دوزنا وعاود دوزنا، ما كتبش لي الله عز وجل انني نشارك معاه الوليدات صافي. بقينا هكاك تيقول لي هو ما ترفديهم، انا ما كيهمونيش الولاد، اللي كيهمني هو نتيا. في الاول العلاقه حتى انا كنقول ماشي مشكل الا جاو الولاد ما جاوش، دبر راسهم، شحال من واحد ما عندوش الدراري وعاش بخير وعلى خير. ولكن عاوتاني ملي كنبقى نجلاس ونخمم تنقول لي ما عندوش الدراري، شكون اللي غادي يوقف معاه مثلا من يكون الا طول الله العمر؟ شكون اللي غادي يوقف معايا ولا مع باه مع راجلي الا ما ولدنا؟ شكون اللي غادي يوقف معنا؟ شكون اللي غادي يكون معانا؟ واخا الله عز وجل تيكون مع اي واحد تيكون حتى هو معاه وتيشد طريقه المستقيم. ولكن عاوتاني كنرجع لنفس العاده ديالي، تنقول خصني. المهم بقينا هكاك ديما الراجل تيقول لي ماشي مشكل راه ماشي الولاد هما كلشي، ولكن الوسواس ديما. المهم بقيت هكاك حتى واحد المره عرفتو مسكين غير صابر على ودي حيت كيبغيني وانا هكاك. واحد المره قلت ليه ضروري خصك تتزوج وتشوف شي مرا باش ان شاء الله تجيب لك شي وليدات حتى حنا نفرحوا بهم ونديرهم حتى انا بحال وليداتي. والمهم نفرحوا، راه ما غيكون حتى شي مشكل، زعما انا غادي نجيب لك المراه ونختار لك شي وحده اللي غادي تكون معقوله وصافي تزوج. واليا البنات ما بغاش، عييت معاه غير تزوج والو، قال لي راه مستحيل نفكر في شي وحده اخرى من غيرك. مشينا عاوتاني مده شي عامين ولا ما عرفت شحال، وجبت لي عاوتاني هاد الموضوع هذا، قلت ليه ضروري خصك تزوج، راه واش غنبقاو حنا هكا بلا ولاد؟ واش هذا ربي الا رزقك انت بالوليدات انا معاك، ما تطلقني ما والو، ونجلس معاكم الا جاب الله ولدت لك المره الثانيه ان شاء الله ونربي معاها اللي ولداتو. ايوا بقيت معاه حتى قبل ليا بزز، قال لي صافي دبري راسك الا بغيتي كتعرفي شي وحده اللي تقدري تعيشي معاها ماشي مشكل. صافي مشيت خطبت له واحد بنت الناس اللي صراحه معقوله وعزيزه عليا، كنت كنعرفها وعرفتها ما غاديش تغدرني، ما غاديش تدي لي زعما الراجل وهذا، وقلت ليه راه كاينه. ايوا صافي مشينا خطبناها وجبناها، درت الصداق ودرت هي العرس ديالها، هو خلاص راه ما دار والو صافي وجات عاش معنا في الدار. صراحه صدقات بنت الناس، ما عمري لقيت معاها شي مشكل ولا صافي. بقات معنا حتى واحد المده عطا رزقها ربي بالوليد. ايوا بقينا كنربيوها انا وياها، كنربيو الوليد واحد المده اللي غير غتكون عنده ديك عامين عند الولد. مشيت انا بغيت ندير العمره ومشيت لتمايا، وبقيت جالسه كنصلي في المدينه المنوره، بقيت كنصلي وكنبكي وكنشهق تنبكي. واحد البكايه البنات، واحد البكا والناس كاع اللي داز تيشوف فيا، اللي داز كيشوف فيا شويه وهي تجي عندي واحد المراه قالت لي دخلت عليك غير بوجه الله الا ما قولي لي مالكي من قبيله وحنا كنسمعوك كتبكي واحد البكيه اللي راه اللي داز كيشوف فيك.
انا راه جاني الفضول وما قدرتش هكا نفوت بلا ما نسولك ونشوف شنو عندك. قولي لي غير مالك، انا نقدر نعاونك. انا الحمد لله مسك عليا الله وعندي الفلوس وعندي السلطه. الا كان زعما شي حاجه هكا شي مشكل نقدر نعاونك. الا كان بالمال نعاونك، كان بالسلطه ولا زعما الا محتاجه شي حاجه هكا نعاونك فيها راه مرحبا. غير قولي لي هاد البكا هذا اللي كتبكي راه انا ما بغاش تصدق ليا، ما نقدرش نمشي بلا ما نجي نشوف. قالت لها لا لا، هادشي اللي بيا انا ما عندكش انت الدواء ديالو ولا الحل ديالو ولا زعما تقدري تعاونيني ولا حتى شي حاجه. قالت لي راه ما غاديش نحيد من هنا حتى تقولي لي شنو عندك. الا كان ممكن الا بغيتي راه حيت زعما هاد البكا اللي بكيتي راه. قالت لي حيت هاد البكا اللي كتبكي راه ماشي معقول. المهم راه غتكون شي حاجه اللي خطيره ولا. وقلت لها صافي ماشي مشكل، الا بغيتي تسمعي القصه ديالي جلسي نعاود ليك. جلسات معايا حتى هي وصافي، وبقيت كنعاود ليها. قلت لها راه انا واحد السيده اللي مجوجه مع واحد الراجل اللي عمرها دار سنين وحنا مجوجين ما رزقناش الله بالوليدات. المهم عاودت لها القصه ديالي وقلت لها من بعد جوجتو، من بعد المعاناه ما بغاش وهذا في الاخر. المهم جوجتو، جبت ليه المراه انا اللي بززت عليه ومني تزوج. المهم حملات المراه وجاب لها الله وليد ولداتو. ايوا مني ولدت داك الولد وانا شداني الغيره في قلبي مع العلم انني انا اللي قلت ليه تزوج، انا اللي بقيت عليه تزوج. ولكن مني ولدت صافي بدات فيا الغيره. مني كيبغيو كيخرجوا بجوج وكيخليو ليا الولد، واخا كيخرجني حتى انا وكل شيء زعما كنخرج معاه. وقت ما جات النوبه ديالي مره زعما كيخرجها هي، مره كيخرجني انا. غير الغيره الله يستر ما بغاش تحيد ليا من قلبي. ملي كنشوفهم خارجين بجوج وكيضحكوا هذا كتشعل فيا العافيه لداخل. ما كنقدرش نصبر، تنبقى نبكي وتيبقى فيا الحال. وداك الدري ما كنكرهش نشدو نبقى الجبابه ولا الله يسمح ليا. كثرت الغيره وداك الشيء ما بقاش الدري كيبان ليا قدامي. واخا كنتعامل معاه مزيان وهذا، ولكن سبحان الله الغيره قاتلاني صراحه. صافي بقيت هكاك. واحد المره مشى هو وياها قالوا لي عافاك الله يجازيك بخير. لا راجلي لا مرته زعما مسكينه عمرها ما دارت معايا شي عيب ولا تناقشنا انا وياها ولا. واخا كيكونوا مناقشات عاديين راه في اي دار، ولكن زعما ماشي شي خصام ولا شي حاجه اللي كتير. دائما المراه مسكينه درويشه وانا كذلك معها، ولكن الله يسمح لي ديك الغيره اللي قاتلاني. المهم ديك المره ملي بغاو يسافروا هضرت معايا بلاتي هي احسن الله يجازيك بخير غنسافروا، انا غنخلي معاك الولد. وقالها لي تا راجلي ان شاء الله مني تبغي انت تسافري نخليو الولد لمو ويلا هنا زعما نمشي معاك نتيا. صافي قلت ليه واخا. مني مشاو بقى فيا الحال عاوتاني، بقى الشيطان لعنه الله كيوسوس ليا علاش مشى وعلاش يمشي معاها وانتيا تبقاي في الدار وخليو لك الولد. داك الولد ما بقاش كيبان لي الله يستر. المهم بقى الدري كيلعب. مشيت انا للكوزينه كندير شي حاجه شويه وانا نسمع شي حاجه هكا تقرقيب والغوات والدري كيغوت وانا نجري. جيت لتما لقيت راه التلفازه طاحت ليه على يديه وكيبكي وجالسه كنشوف فيه تنقول خليك. ما بغيتش نحيد ليه ديك التلفازه وبحال زعما كنتشفى فيه بحال الدري مسكين ما دار ليا والو. بقيت غير كنشوف فيه شويه تا واحد المده زعما اللي شفتو مسكين تزير صافي ما بقاش البكا كيبغي كيطلع ليه وانا نوض حيت ليه ديك التلفازه. هو مسكين تعقر في يديه وانا كاع ما رديت ليه البال. حيت ليه غير التلفازه صافي وهزيته ورديته ديته هكا فوق السداري وحطيته. وشفت زعما ما كاين لا جرح لا والو، ما شفتش ليه يديه بانه تضرت من الداخل. ايوا وخليته واحد شويه هكا شي ساعه ولا ساعتين. ومرة داك الحادث اللي وقع للدري صونت ليا التليفون السلام عليكم. وعليكم السلام. واش انت هي فلانه مولات النمره فلانيه؟ قلت ليه هي راه لقيناها في النمره ديال هاد السيد هذا راه دارك سيده هو ومراته راه توفاو الله يرحمهم. ايوا ديك الساعه جاتني الصدمه اللي ما كنتش كنتوقعها. شوف سبحان الله العظيم ربي شنو مكتاب. المراه مسكينه غادي تموت والراجل غيمشي
وخلاو ليا الوليد. عرفتو راه الصدمه، عرفتي قلت لها الصدمه اللي وقعت ليا ديك الساعه راه ما كانش على البال. ايوا بقيت هكاك انا مريضه والعزايه والناس كيعزيوها. صافي بقينا انا والولد والعائله. المهم سالا العزو والدري مسكين كيتألم. ملي شفتو هكاك ديتو للطبيب. ايوا داك الطبيب قلبو ودار ليه داكشي اللي خصو يدار، التلفازه والمسائل. المهم وقال لي راه فين كنتي، راه الدري راه ضراتو يديه بزاف، راه ضروري خصها تقطع والا راه هادشي غادي يضيع عليه سميتو الصحه ديالو كامله. ايوا من بعد قطعوا ليه يديه وبقيت مع الدري، بقيت كنكبر فيه حتى ولا راجل ولا تبارك الله ما وشان ولا دكتور. ومني كبر ما شاء الله كيعاملني مو كتر من امه. ولاد اليوم ما كيعاملوش الامهات ديالهم بحال هكا، كيجيبوس ليا راسي وما يخلي ما يدير ليا اشنو خصك يا ميمتي، اشنو خصك حبيبه ديالي. اي حاجه حليت عليها فمو يجيبها ليا ويجي مسكين يجلس حدايا ويبقى يبوز ليا راسي ويديا ما يخلي ما يدير. وديك الساعه صافي عرفتي راه الحاله ديالي تدهورات. بقيت نخمم في داكشي اللي درت في صغرو مسكين وبقى بلا يد على بسببي انا. وعرفتي راه ضميري كيأنبني. ودابا مني هكا جيت العمره باش زعما نستغفر الله ونطلب ربي يغفر ليا، وما عرفتش واش غادي يغفر ليا ربي على هادشي اللي درت ولا لا. داكشي علاش كنبكي بحال هكا. ايوا وبقات معايا السيده كتقول لي راه ان الله غفور رحيم وربي غادي يغفر ليك زعما ما تخافي ما والو، راه ربي كيغفر كاع اللي داروا جرائم كبار وانت ما يغفرش ليك. ولكن ما عرفتش. قلت لها والله ما عرفت، راه بقى فيها الحال بزاف. شوفي الدري كيتعامل معايا دابا شحال من واحد كتولديه من كرشك ومن صلبك ومن دمك ولحمك وما كيعاملكش بحال هكا. ودابا ملي كيعاملني هكا وخدام والحمد لله كبرتو زعما درت الخير الحمد لله. خلى لي راجلي الاموال وربيته احسن تربيه. واخا هكاك مازال ما قدش ننسى هذا المشكل اللي درت، خليته مسكين تعطى بداكشي علاش ما قدرش زعما ننسى. ودابا كتسولكم الاخوات المتتبعين ديالي كنتمنى انكم تعطيوها شي راي. واش غادي قلت لكم زعما واش كاينه شي وحده وقع عليها بحال هكاك وسولات شي واحد ولا اللي كيعرف واش ربي غادي يغفر لها ولا لا. الله يجازيكم بخير. وكنتمنى انكم تاخذوا العبره من هذه القصه. الواحد ما ياديش. ايوا انت صبرتي وربي عطاك الوليد الحمد لله. ومات امه وباه وخلاوه ليك، ولكن ما كنتش عارفه في الاول. واخا ما كنتش كاع اصلا عارفه راه التربيه مسكين هذاك غير ملائكه ما عارف والو. ما كانش عليك ديري هكاك، ولكن من كتب الله ودرتيه ان الله غفور رحيم. وهذه هي القصه ديال اليوم الاخوات. كنتمنى انكم تاخذوا منها عبره وتنال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم بزاف على المتابعه. كنتمنى انكم ما تنسونيش من التعاليق ديالكم الزوينه واللايكات، واللي ما مشتركش في القناه يشترك باش اي جديد حطيته يكون هو الاول يتصنت ليه. وشاركوا الفيديو مع العائله والاصدقاء باش تعم الفائده. وجزاكم الله عني كل خير. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.